واش المنتقد والمنتقده اللي كيتكلموا على هذه التفاهه المنتشره في وسائل التواصل الاجتماعي كيحلوها وكيناقشوها وكيقولوا رايهم فيها بصراحه، في اغلبهم كيكونوا رافضين لهذا النوع من المحتوى، او على الاقل كيبينوه وكيشرحوه وكيفضحوه امام المتابع باش اللي ما عايقش يعيق واللي عايق يزيد يتاكد بانه فعلا على صواب. واش هاد الناس هادو شركاء في نشر التفاهه؟ واش هم ايضا شركاء في جعل الحمقى مشاهير لانهم بطريقه غير مباشره كيصيبوا نفسهم كيشهروهم لانهم كيتكلموا عليهم؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المتابعين والمتابعات ديالي فيما كنتو، كنتمنى دائما فيديوهاتنا تلقاكم نتوما باتم الصحه والعافيه. اللي عنده صباح صباح الخير واللي عنده مساء مساء الخير عليكم كاملين فيما كنتو داخل وخارج الوطن. مرحبا والف مرحبا بالزوار الجدد اللي جاونا من المنتديات ديال الاصدقاء، بارك الله فيهم على البارطاج. ما تنساوناش طبعا الى عجبكم المحتوى من اللايكات ومن التعاليق ديالكم. اما اللي جاونا جدد كنتمنى انهم ما ينساوش يفعلوا زر الجرس باش هكا دائما يوصلهم الجديد ديالنا وهو باقي سخون متكتك. نسالوا السؤال المباشر: واش فعلا استطاعت هذه الماكره السريعه البطيئه ان تجرنا لمستنقع التفاهه بهذا الاستفزاز اللي استفزت به المنتقدين والمنتقدات؟ واستفزت ماشي غير المنتقدين، استفزت ايضا شريحه عظيمه وكبيره من المجتمع المغربي اللي هو مجتمع يعني انتم عارفين الطبقه الفقيره او المتوسطه هي الطبقه او الشريحه الكبرى. اذا باش تتكلم على ولاد الكريان بديك الطريقه، تكلم على الخزان من خلال الملابس ديالو، يعني تقولوا انت فقير غير كتظاهر بداك الساعه وبداك لافيست اللي لابسها، وانما انت انسان فقير. يعني هنا كتكلم مع شريحه ديال الطبقه المتوسطه واقل من المتوسط وكتستفزها. ايضا تكلمت على مع نصف المجتمع، المرأة تكلمت معها وقالت لها هذيك السيده اللي كتمشي للمنصات وكتعبري على رايك، الا كان رايك في صالحي راه انا معاك وكتكوني ظريفه ومحترمه ومصونه وكل شيء، ولكن في نفس المنصه الا كنتي غادي تطلعي وفي نفس الاوقات اللي هي الجوج والوحده ديال الليل وداكشي وغادي تقولي اشياء اللي كتضرني او تقولي الحقيقه او تقولي رايك اللي انت حره فيه، في ديك الساعه كتولي بانك ماشي محصنه وبانك كتحرشي بالرجال وبانك. واش فعلا هاد الماكره بهاد الطريقه هادي استفزت الناس باش يتكلموا عليها اكثر وما كيهمهاش السمعه ديالها في الرد؟ كيفاش الناس غيردوا عليها والمنتقدين غيردوا عليها وكيفاش غيشرشموها وكيفاش حتى هاد الشرائح الناس المتابعين ديالها اللي كانوا حتى الامس القريب كيبكيو عليها بالدموع. علاش محقوره وعلاش حاقرينها؟ روافه يبكيو من جهه اللي كيقولوا بان الريفيه ديالنا تحقرات، والناس العيالات كيبكيو عليها علاش هاد الزوجه الثانيه تحقرات، واش ما حقهاش حتى هي تبني عش زوجيه ناجح وتحافظ عليه وتحافظ على ديك الزوج باش ما يرجعش للزوجه ديالو، او على الاقل تاخذ حقها فيه ثالث ومثلث. خلاو هاد الناس هادو العيالات هادو نفسهم اللي دابا كيقصفوهم وكيقولوا عليهم بانهم شيطات، راه هما نفسهم اللي كانوا كيبكيو على ديك العاقه، واخا هي عاقها لما وكيشوفوا داكشي بعينيهم كانوا كيبكيو عليها وكيقولوا لا للتنمر وما تنمروش عليها وما تفضحوش اسرارها، هي ما مسولاش على نفسها. هذيك المشرشمه من جهتين، هي براسها كتاكل السوشي ما عندهاش مشكل، وكتمشي تاكل طنجيه بعد ما خرجت الخبره بانها مشرشمه ما عندهاش المشكل. اخيرا فاقوا هاد الناس. واش فاقوا بوحدهم او فيقوهم المنتقدين اللي كيسول او كيستنكر علينا اننا نتكلموا على التفاهه لاننا بطريقه غير مباشره كنشروها وكنعاونوا هاد الناس باش يجيو ينتشروا ويتشهروا؟ كنسولهم هاد السؤال، كيجيو عندنا كيقولوا لنا واش ما كاينش غير هاد الموضوع؟ ما كاينش غير هاد الموضوع، كاينه مواضيع اخرى ولكن كاينين ناس اخرين كيتكلموا فيها. ماشي بالضروري انا نتكلم على غلاء الاسعار، ربما انا ما عنديش الباجاج الكافي باش نتكلم في هذا الموضوع، ربما الا تكلمت عليه ما نعطيش حقه،
ماشي ما كيتونشينيش، ماشي ما قاصنيش. علاش انا نتكلم مثلا في السياسه؟ ماشي اي منتقد مؤهل يتكلم في السياسه. اذا المسائل اللي مطروحه في المجتمع ديالنا كاينه مسائل اقتصاديه، كاينه مسائل دينيه، كاينه مسائل اجتماعيه، وكاينه امور سياسيه. طبعا عندها علاقات بيناتها جدليه، وشي كيأثر في شي وشي كيؤدي لشي. متفقه معك، وحاجه كتخدم حاجه، واحيانا كنسلطوا الضوء على امور من اجل باش يخفت الضوء على اشياء اخرى، ولكن ماشي كل الناس يقدروا يتكلموا في كل المواضيع. يعني ملي كتدخل انت عند واحد المنتقد او منتقده كيتكلم في الامور المجتمعيه بحال هاد الامور ديال طغيان التفاهه وصعودها على السطح وسيطرتها على الوسائط الاجتماعيه كامله، ما تقولوش علاش كتكلم غير في هذا الموضوع، حيت كاينين وحدين اخرين كيتكلموا. كاينه رجال دين كيتكلموا في الدين، وكاينه رجالات السياسه او على الاقل ملمين بالامر السياسي في المغرب وخارجه وكيتكلموا، عندهم قنوات ديال السياسه. وكاينه ناس كيتكلموا في الاقتصاد وكيتكلموا، او فاعلين جمعويين وداكشي كيتكلموا نقابيين ولا مهم نتوما عارفين كيتكلموا في غلاء الاسعار، او مواطنين عاديين ولكن كيخرجوا كيقولوا واك واك عباد الله راه كلشي غلا، وراه المعيشه اصبحت لا تطاق. راه هما اطفال غير صغار خارجين كيقولوا اخنوش يا بوكريشه حرمتي علينا العيشه. الى اي حد هذا الطفل كيقول هذا الشيء عن وعي؟ الى اي حد هذا الطفل حاس بانه الان وبهذه الطريقه هذا ربما يغير مسار بلد، يغير مسار وطن؟ واش هذا الطفل او هاد الاطفال واعيين بهذا الشيء اللي كيقولوه او لا؟ ولكن ها هما كيتكلموا بطريقه غير مباشره في السياسه اللي انا ما نقدرش نتكلم فيها، لان الا تكلمت فيها انا خاصني نضبط امورها. اذا هادوك الناس اللي كيجيو كيقولوا علاش ما كتكلموا الناس على غلاء الاسعار، انا كنجاوبهم كنتكلم في اللي كنفهمو، ولكن هذا لا يعني بان الاسعار والغلاء ديالها ما ضرنيش وما قاصنيش وما ضغطش عليا. ملي ما نتكلمش في السياسه حيت ما كنفهمش فيها او ما نتكلمش في الحاجه اللي ما متاكداش بان غنعطيها حقها، هذا في حد ذاته راه هو سكوت ايجابي، افضل ما يكون عندي حديث وتحليل سلبي. فهمتوني؟ يعني ما نجيوش عند واحد كيتكلم بالحروف نقولوا له تكلم معنا بالارقام، وما نجيوش عند واحد مغني ونقولوا له تكلم لنا في الدين، ولا نجيو عند واحد في الدين ونقولوا له تكلم لنا في السياسه، الا ملي يكون هذاك قرار نابع من عنده، يا اما هو ملم بالامور، يا اما هو اختار داك الطريق، يا اما هو حاسب راسو كيفهم في كل شيء. الا بغيتي تنتقدني انت اصحاب التعاليق خصك تنتقدني في داك الشيء اللي قلته، ما تنتقدنيش وتملي عليا املاءاتك بانني لا اتحدث في هذا الموضوع، تحدث ليا في موضوع اخر، حيت انا انت كمتابع طلع لك هذا الموضوع في راسك. لا، هذا الموضوع مازال ما انتهاش، هذا الموضوع هذا عاد بدا. حنا عارفين بان الحديث ديالنا والفيديوهات اللي كنخرجوهم على هاد الناس هادو راه هما سيف ذو حدين، ضروري غيستافدوا شهره، ولكن ديك الشهره راه هي وبال عليهم لانها غتكون شهره بعرضهم بشرفهم. بحال واحد اللي داير جريمه راه حتى هو كيولي مشهور. الا كانت شي جريمه شنيعه، كل ما كانت الجريمه شنيعه وكل ما كان داك الفعل اللي دارو قبيح ووقح، كل ما كتكون الشهره ديالو اكثر. فواحد ضارب مع صاحبه ماشي هي واحد ذبح صاحبه. تفاهمنا ولا ما تفاهمناش؟ اذا حنا مضطرين نتكلموا على هاد الناس، وحنا عارفين بان الحديث ديالنا والفيديوهات ديالنا عليهم كتبينهم اكثر، كتشهرهم اكثر، ولكن في المقابل كتفضحهم اكثر، وبالتالي ناس اخرين كيسوقوا له الخبار بان هاد الناس راه مشوهين، وكنحلوا مجموعه العيون اللي كانت حتى وقت قريب مغلقه، وكانت العواطف هي اللي كتحكم في هاد الناس. كيشوفوها كتقول لهم انا محقوره، وانا شوفوني انا زوينه، وانا جيت بالمشعل، وكانوا مصدقينها وبكاو معاها في المنصات،
هما نفس الناس اللي دابا ولاو ساخطين عليها. لما كيرجع الفضل هاد المنتقدين والمنتقدات. ولكن ما يمكنناش نديروا هاد الشيء بلا ما يتشهروا هاد العباد الله هادو. راه ملي كندير انا مثلا فيديو رياكشن نقول لكم شوفوا في الدقيقه السادسه راه هي دارت واحد الاشاره او لا واحد الحركه او لا، راه يمكن لكم تمشيو تشوفوها، كيف ما يمكن لكم تمشيو تشوفوا في القنوات اللي كتحط المحتوى ديالهم باش تلبيو هذا الفضول ديالكم وتاكدوا بان هذا الكلام اللي قلته صحيح. اذا هنا نحن مضطرين اننا نتحاربوا معاهم بهذه الطريقه هذه، واخا هما مستفيدين بشويه ديال الشهره اضافيه وشويه ديال الفلوس اولا بزاف ديال الادسنس، ولكن هاد الادسنس اللي غياكلوه هما غياكلوه بشرفهم، غياكلوه على حساب السب والقذف ديال عباد الله اللي ولاو عارفينهم، غياكلوه وبالفضيحه ديالهم، غياكلوه بالشوهه ديالهم. الناس ما بقاوش كيقدروا اصلا يخرجوا للاماكن العامه، كيخافوا من السخط ديال الجمهور، الناس عليهم كيفاش غيكون، كيخافوا عندك شي نهار يوقع شي حاجه اللي ما يكونوش ضاربين لها الحساب. اذا ما كاينش اكثر من هكا. نحن نحاول حشرهم في الزاويه وهما كيحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل انهم يستافدوا من هاد الفتره هذه باش يزيدوا يكبروا قناتهم، باش صوتهم يبقى ديما مسموع والتفاهه ديالهم دائما تبقى طافيه على السطح. لان القوانين اليوتيوب كتقول بان الا عندك واحد نسبه كبيره ديال المتابع ماشي بالضروره كيبغيك، يوتيوب راه ما كيقولكش واش كيبغيك المتابع ولا ما كيبغيكش، لدرجه ان اللايك والديسلايك بحال كلها عند يوتيوب تعتبر تفاعلا. لهذا الى عندك مجموعه الناس مهتمه بالامر ديالك، راه قالها هو مرارا وتكرارا هذاك المفرشخ قال لك الناس مهتمين بامري. كيفاش مهتمين بامرك؟ زعما انت شي بيبي صغير كنخافوا غينقارض مثلا شي نوع ديال الحيوانات اللي خفناها تنقارض، مهتمين بامرك؟ شوف كيفاش كيعبر، يعني مهتمين، يعني انا قدرت نكسب الفضول للناس، ماشي الاهتمام، هذاك سميتو فضول. انت المتابعه ديال الناس ليك هي فضول منهم، وما دمتم كديروا محتوى يثير الفضول ديال الناس هكذا نتوما كتطمئنوا بان اليوتيوب دائما بجنبكم. علاش؟ لان القانون اليوتيوب كيقول الا تحط واحد المحتوى يعني فيديو وجاو بزاف ديال الناس في الساعه الاولى وفي الدقائق الاولى ديالو وداروا له لايك او ديزلايك ما كيهمش وشافوه من الاول حتى الاخير، فكيعني بالنسبه لليوتيوب بحال اشاره اليوتيوب بان هناك محتوى طالبين الناس باغيينه متشوقين ليه كيشوفوه من الاول حتى الاخير. اذا هذا محتوى جيد، خصني نزيد نعاونوا انني نقترحوا على ناس اخرين، وبالتالي اليوتيوب هي اللي كتقوم بهذه المهمه انها كتلوح الفيديو عند ناس كثر، وبالتالي بدافع الفضول ايضا بالصور المصغره بالعناوين الكاذبه او انهم كيكونوا داروا ضجه مجموعه الاشياء اللي هي كتخلق الجدل، ومن خلال العنوان كيفهموا الناس بان ربما هناك اجابه على هذيك الامور اللي فيها جدل، او يوضحوا لهم بعض الامور اللي كتثير الفضول ديال الناس، فكيشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير على الله وعسى يفهموا شي حاجه او يلبيو داك الفضول ديالهم. وهكذا كنبقاو حنا في هذه الحلقه المفرغه، الناس كيخلقوا الجدل، كيلبيو بعض الفضول الناس انهم يحسموا في بعض الامور او يعطيو بعض الاجابات. داكشي علاش عندهم حقد على بعض المنصات اللي كتفش لهم الاخبار ديالهم في الحنك، داكشي علاش كانت عندهم هذه العداوه الاخيره اللي كانت مع منصه الرباله، لان منصه الرباله جرات ليهم الحصيره من تحت رجليهم ملي خرجات بداك سوبر ليكس خرجت به المنصه ودار ضجه هي فعلا في صالحهم والناس جاو كيشوفوا عندهم، ولكن ماشي بالنفس ماشي بالحده اللي شافوا الناس الفيديوهات المنتقدين اللي كانوا كيتهكموا وكيسخروا
من هذيك الوسيله اللي بغاو يبروا بها هذاك الشيء اللي طاري للبنت. فشافوا بان المنتقدين والمنتقدات كيستافدوا من داك الخبر، واخا هو كذوب او صحيح ما كيهمناش، ولكن هما حيت ماشي هما اللي خرجوا الخبر وماشي هما اللي عطاو ليه اشاره، شافوا بانهم ما استفدوش بزاف، وهذا هو اللي جعلها ما قدراتش تمتلك اعصابها وتخرج هكذاك في داك المنصه وتكذبهم قدام المتابعين ديالهم وقدام الناس اللي كاينين في المنصه اللي هما اصلا راه متابعين ديال هاد المفرشخين هادو، وكانوا كيدعموهم وكيبكيو عليهم بالدموع. اذا هاد الناس ملي كتوصل للقمه ديال الادسنس راه ما كيبقاوش يعقلوا على حتى شي حد، ما عندهم لا عزيز ولا غالي. اذا كيف ما كنقولوا راه فعلا حنايا كصناع محتوى ديال النقد او الانتقاد راه ضروري غادي نطيحوا اننا كنزيدوا نجعلوا من التافهين مشاهير او من الحمقى مشاهير، ولكن الى قدرنا نجروا لصفنا اللي هو صف الحق كنشوفوه كل واحد كيشوف راسو على حق وعلى صواب. انا كنشوفوا هاد الناس تافهين، وبالتالي ما خصناش نخليهم من التفاهه الغير الضاره او اللي كتضيع علينا غير الوقت نوليو في واحد التفاهه المضره بالمجتمع، سلوكيات المجتمع كتضر لينا وليداتنا، كتحرض على العقوق، كتطبع مع العهر ومع الانحلال، كتطبع مع نماذج سيئه للرجل، للاب، للزوج، للاطفال، يعني العقوق. ولكن هادشي كله كنظن وقيله كيتساهل ان هاد الناس ياخذوا مشاهدات من بعض الفضوليين الى ان يجي داك النهار بحال هاد الايام اللي دازت ويفيقوا بعض الفضوليين ويصيبوا راسهم بانهم كانوا في مستنقع من التفاهه ويخرجوا من عندهم، ثم عاوتاني يدخلوا عندهم فضوليين اخرين ما كانوش كيعرفوهم وعاد اكتشفوهم، وعاوتاني حنا بالحديد ديالنا عليهم وفضحهم غادي يعرفوهم على حقيقتهم وغادي يكتشفوا الحقيقه وغادي يخرجوا، وهكذا دواليه حتى نشوفوا شكون غيغلب. واش هما غيكونوا مصرين انهم يبقاو ياكلوا هاد الادسنس مغمس بالدل وبالشوهه بعد ما يتفضحوا نهار على نهار، او غيعياو هما، او هما غادي يملوا، او غادي يحشموا، او حنا اللي غادي نحشموا وغادي نملوا. حنا ما عندناش علاش نملوا، لاننا معتبرينها رساله خصنا نأديوها وهدف خصنا نوصلوا ليه، القضاء او تقليم اظافر هاد التفاهه اللي اصبحت من تفاهه الى تفاهه مضره. اذا نشوفوا ربما يهديهم الله، ربما هما يملوا، ربما هما يعياو، يعني هذه حرب بيننا وبينهم، والنفس الطويل ان شاء الله لينا.